ترى الكلمة دي نطقها الصحيح هي use with z sound ولا use with s sound؟ يا ترى هي close ولا close؟ محتاج تعرف النطق الصحيح ايه، يبقى لازم تفرق الكلمة دي جاية as a verb ولا جاية as a noun. لو كلمة use جاية as a verb فهتنطق use with z sound، يعني z z sound z. لكن لو الكلمة دي جاية as a noun فتنطق with a sound، يبقى use. طب يلا نشوف الكلام ده بexamples. يلا المثال الأولاني بيقول لي I use this pen. أنا بستخدم هذا القلم. يستخدم هنا جاية as a verb فتنطق use with the sound. لكن في المثال التاني بيقول لي use of the trash can is necessary. Use of the trash can is necessary، يعني استخدام سلات القمامة واستخدام سلة القمامة بيكون ضروري. وهنا كلمة use جايب معنى استخدام، يعني اسم noun، فتتنطق with a sound use. نفس الكلام في كلمة close. لو جت as a verb يعني لو جت كفعل في الجملة، وهتنطق close لو جت كاسم. طيب برضو المثال هو اللي هيوضح لي اكتر. هنا المثال الاولاني بيقول لي close your book. اقفل كتابك، اغلق كتابك. هنا close جايه as a verb فهتتنطق with z sound يبقى close. لكن في الاكزامبل التاني بيقول لي we live very close. نحن نعيش بالقرب من بعض. يبقى هنا كلمة close جاب معنى بالقرب أو قريب، يبقى هنا تتنطق with a sound close لأن هي جاية noun. استفدت حاجة من الفيديو ده؟ يلا بسرعة اعمل لنا لايك وادعم القناة واشترك فيها علشان يوصلك كل جديد. باي.